مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ زمان عنكم. ايه استنوا بس شوي، بس تقلب هيك كويس. بشوفكم وتشوفوني وبسلم عليكم وبحكي لكم كل عام وانتم بخير. بعرف اني متاخر، بس انه انتصر متاخرا خير من ان اتصل ابدا. يلا، المهم كل عام وانتم بخير. بتمنى انه قضيتوا العيد سعيد ووقت حلو مع الاهل، مع الاصحاب، مع الاقارب، ومع الصحبه الطيبه. والمهم طمنونا عنكم، كيفكم؟ كيف ايامكم؟ كيف النفسيات بعد العيد؟ حطيتوا دهون زيادة عليكم بعد ما اكلتوا الحلويات والشغلات الطيبة؟ يلا عادي، بتعملوا رياضة وبتروح كل الامور هي. فالمهم كنت حابب بحكي معكم اليوم بموضوع، وباخذكم بسفرية معي طلعت البرومانيا. انا حاليا مدينة ياشو، بدي بطلع من مدينة ياشو، بتجه شوي كنا عملنا حادث بس الله سترنا. فالمهم حاليا قاعدين نطلع من ياش باتجاه بياتر نيامت. اكيد اللي ما وصل رومانيا ولا مره ما بيعرف لا مدينه ياش ولا مدينه بياتر نيامت. فالمهم كنت بدي حابب باخذكم معي سفريه، بحكي معكم موضوع انه كيف انه الحياه بتتشابه مع طرقات السفر اللي بنسافرها. فمثلا انت لما بتسافر، انت عندك نظرة معينة شو الطريق اللي راح تاخده. عندك نظرة معينة عندك توجه عام انه امتى راح تلف يمين، امتى راح تلف يسار، امتى راح لوين راح يوصل فيك الطريق. فهيك الدنيا بشكل عام، يعني الدنيا انت لما بتمشي بالدنيا انت بتفكر انت لازم تفكر شو التوجه تبعك، وين بدك تتجه بطريقك. يعني مثلا حاليا هذا الطريق انا شايف اخرته انه في دوار اللي راح الف فيه. بس ما راح الف وبرجع، من وين جيت. لا، راح الف الدوار، بوقف محلي شوي، بكمل طريقي، وبكون بعرف انا شو هدفي، شو بدي بعمل بالطريق هذا، ومن وين ببلش، وين بنتهي فين الطريق، او وين انا بدي اوقف عند الطريق، لان الطريق هو ما بينتهي. فهذا التصور اللي براسي بشكل عام، اللي حابب اشارككم معي، انه الدنيا كتير بتتشابه في طرقات السفر. بنفس الوقت كيف تشوف انه في طريق السيارات رايحه وسيارات راجعه، لازم نفس الشيء بالتوجهك انت، لازم التوجه تبعك ما يعترض توجهات ناس تاني، ما لازم يعترض انه شو بده الوالد، شو بده الوالدة، شو بده صديقك، شو بده ابن عمك، ابن خالك، المدير تبعك. لازم التوجه تبعك بيكون متوافق مع كل التوجهات اللي حواليك. يعني انت لو بتروح عكس، لو انا بروح عكس هالسيارات اللي جاي قدامي، فطبيعي بشكل عام راح بعمل حادث اكيد. يعني ما ولا راح ولا في اي نسبة انه بشك انه ممكن ما اعمل حادث. لا، انا حاليا اذا التوجه تبعي راح وخبط بالتوجه هدول السيارات الجايه من قدام، راح بعمل حادث 100% مبينه يعني. فهذا اللي بحكي لكم بشكل عام. هي النقطة الأولى، نقطة التوجه، نقطة إنه تعرف كيف بدك تعمل مسارك بالحياة. والنقطة الثانية اللي حابب بحكي لك فيها، إنه بحكي لك ما بعرف في شباب ولا بنات. المهم بتنوروني إذا كنتوا شباب ولا بنات ولا أطفال ولا كبار ولا شو ما كان. كلكم أحبائي وكلكم على العين والرأس. وكيف مثل ما شايفين هالجو الحلو، هالنور اللي هيك، يا ريت كل ايامكم تكون منوره نفس الشيء. المهم خليني اكمل الموضوع قبل ما اروح لف يمين وشمال، وضلني بكمل بالطريقه تبعي وبالتوجه تبعي اللي عم بحكي لكم فيه. انه انت هيك لازم يكون توجهك بالحياه. انت لازم تعرف امتى ممكن تلف يمين، امتى ممكن تلف يسار، امتى ممكن توقف شوي على الطريق تستريح. لانه هيك السفر نفس الشيء هو بالحياه. انت ما فيك دائما تشتغل، انت ما فيك دائما تتعب على حالك، انت ما فيك دائما تدرس وتتعلم. اكيد راح يكون عندك بيرن اوت، او شو بيسموا، انه بيكون عندك الطاقه اللي عندك بتكون نفدت، ما عاد فيك. فوقتها انت لازم توقف وتستريح شوي. انت وقتها لازم توقف وبتقول لا، خليني اخذ نفس شوي،
وبعدين بعرف بكمل طريقي، بعرف بكمل نجاحاتي اللي عم بنجح فيها، بعرف انه بسوي. فانا مهما كان بالطريق اللي انا ماشي فيه، مهما كان نفس السرعه اللي بمشي فيها، سواء كان سرعه 50 كيلومتر بالساعه ولا سرعه 100 كيلومتر بالساعه، مهما كانت السرعه انا راح بوصل على الهدف اللي راسمه لإلي، ما دام انا بقى عم بمشي على الطريق الصح، ما دام انا عم بمشي على المسار الصح اللي عم بمشي فيه. فبإذن الله انا اكيد 100% راح اوصل على الهدف تبعي. مو المهم السرعه اللي تمشي فيها، مو المهم قديش انت تتعب او تشتغل على حالك. يعني اذا بتتعب اليوم وبكره وبعدين بتمل وما تشتغل ابدا على الفاضي، اشتغلت اليوم وبكره. فانت لازم توزع المجهود تبعك، لازم توزع الطاقه تبعيتك بالايام، بالاسابيع، بالاشهر. فهذا اللي بحكيه انا. و مهما كانت السرعه اللي بتمشي فيها، مهما كان انه ممكن خلال اسبوع اذا انت 5 ايام ولا 4 ايام تعبت على حالك من ال7 ايام اللي بالاسبوع، فانت تعتبر في اسبوع ناجح. انت تعتبر في اسبوع اللي عملت فيه مجهود وخطيت الامور اللي لازم تتخطاها، وعملت الامور اللي لازم تعملها. فحتى لو ما عملت كل الامور اللي لازم تعملها خلال اليوم ولا خلال الاسبوع ولا خلال الاشهر، فيكفي انك عملت بعض الامور اللي لازم تسويها. عادي بعدين بتكمل الامور الثانيه، مو مشكله. يعني الحياه ما راح تخلص اليوم ولا بكره ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي. ان شاء الله اعمارنا طويله ويكون فيها خير وبركه يا رب. فمثل ما بتشوف انه في غروب شمس لليوم اللي نحن فيه، راح يكون في شروق شمس، راح يكون في ليل، بس بين الغروب والشروق راح يكون في الليل اللي راح تقعد وتستريح فيه، وراح تقعد تعبي البطارياتك انت اللي لازم تعبيهم. ف على فكرة هذا الطرقات برومانيا، بس هيك نطلع شوي عن الموضوع. طرقات برومانيا تعتبر من اكثر الطرقات اللي بصير فيها حوادث. ليش؟ لانه شوف، ركز معي هون، يعتبر مسار رايح ومسار راجع، مثل ما هيك شايف هون بالمسار رايح ومسار راجع. بس في نص مسار هيك على اليمين اللي هو ممكن يعتبر انه للاستراحة، ممكن يعتبر للاستراحة ولا ممكن يعتبر لحد الساعة 24. بروح بيقعد هون وبيصلح العطر اللي عنده. فالمشكلة هون برومانيا ولا الطرقات هاي، الطريق هذا الماشيين نحن فيه، الشوفيرين هون بيستعملوك طريق صفر، يعني بيستعملوك كمسار بيمشوا فيه كطريق. فحاليا في سيارة شرطة، يا ريت انه ما كنت ماشي بسرعة عالية، لانه لو كنت ماشي بسرعة عالية اكلت هوا واخذت مخالفة. ان شاء الله ما كنت ماشي بسرعة عالية، الله يستر يا رب. كنت ماشي بسرعة 70 كيلومتر بالساعة، ما بعرف اذا 70 كيلومتر بالساعة بالمنطقة هي ممكن تكون طالعة ولا لا. ايه هاي النص مسار اللي على اليمين في كتير ناس اللي بيستعملوك الطريق صفر. والمشكلة انه المسار هذا الوحيد اللي هون، نفس ما انكم شايفين جيت مشيت، هذا المسار السرعة الماكسيموم اللي ممكن تمشي فيه بين القرى ولا بين المدن، اللي هو طريق السفر 90 كيلومتر بالساعة. 90 كيلومتر بالساعة ماشي. فأنا بكون ماشي 90 كيلومتر بالساعة، ولا بكون ماشي 100 ولا 120 ولا 130، وتلاقي في حد من وراي جاي بسرعة 160 170 180، في بعضهم بيمشوا بال200 بسرعة 200 كيلومتر بالساعة، وببلش يعمل لي بالفلاش بالضوء ورا انه تابع بعدله، تعمل له مجال يمشي هو. بروح انا هون على المسار هذا على اليمين، وبروح ماشي بسرعة بالطريق اللي هو حقي انا بمشي فيه. واللي بيصير الحوادث اللي بتصير باغلب الاحيان بتصير انه بسبب انه مثل ما انا ماشي هون على الطريق هذا اللي على اليمين هيك، ممكن في حدا واقف بعد كوع هيك ولا بعد منعطف، انا ما بكون شايفه ولا ما بكون مركز فيه، بروح داخل فيه بسبب انه انا ماشي بسرعة
بسرعة السفر يعني. فهي مشكلة من المشاكل اللي بتواجه طرقات السفر هون بالبرومانيا بشكل عام. من أحسن طرقات السفر اللي شفتها هي بالسعودية يعني السفر ما بعرف بالسعودية ليش بتصير حوادث صراحة. يعني ما مستغرب فعلا، مستغرب ليش بتصير حوادث بالسعودية. ليش؟ يعني بيكون عنده كل شخص 4 مسارات، مو كل شخص، بكل طريق فيه 4 مسارات روحة، 4 مسارات رجعة، أو 3 مسارات. والطريق قدامك سوي هيك، يعني ما في لا ناس تقطع الشارع، ما في ولا يعني مثل ما انكم شايفين هون انا عم بمشي بين القرى، يعني ممكن حدا يقطع الشارع من هون فجأة بحط فرين، فاللي وراي بروح خابط فيني لانه ما كان مجهز انه انا بوقف. مثل ما انكم شايفين هون مشان الناس تقطع الشارع، فبيكون حدا بده يقطع الشارع، انا بحط فرين فجأة هيك، فاللي وراي بيكون ما متجهز انه انا راح احط فرين، بروح داخل فيني، بروح صاير حادث، بروح على داخل بسبب قوة الدفع من وراي، بروح داخل باللي قدامي. ايه هي كمان انه بالسعودية ليش بتصير حوادث، هذا اللي كنت عم بسأله. هذا يا ريت لو حدا سعودي يشرح لي، يحكي لي ليش عم تصير الحوادث بالسعودية. يعني ليش احكوا لي، اشرحوا لي. كل واحد ماشي بمساره بطريقه، ما في حدا يعترضه، ما في حدا يدخل قدامه. يعني مثل يعني هون بتصير حوادث، بفهم انه في مسار واحد رايح، مسار واحد راجع، ممكن اللي قدام بيدخل ممكن هذا اللي جاي من قدام يجي يدخل فيني بالغلط، ولا انا بروح بنعطف عليه بالغلط وبروح داخل فيه. بس انه بالسعوديه 4 مسارات روح، 4 مسارات رجعه، في حاجز بالنص اللي يحجز بين الرايحين والراجعين، فليش بتصير الحوادث؟ فايه يا ريت حدا يحكي لي، حدا يشرح لي ليش. ف في هون منعطف، في حدا كان بيعمل لي اشاره انه ممكن في شرطه. المشكله هون انه كمان ان الشرطه تعطي مخالفات بشكل كبير، يعني فبتكون الشرطه، يعني شفتوا المنعطف هذا اللي انعطفته، ممكن يكون في شرطه واقفه هون تستناني، او تستنى اي حدا اللي بيكون مسرع. اول ما يعمل منعطف وهو بيكون مسرع، الشرطه تاخذ تمسك بالرادار. صحيح بالسعوديه بعرف انه في ساهر، بالامارات في ما بعرف شو كان اسم ما بعرف شو كان اسم نفس ساهر يعني بالامارات، يعني نفس الشيء ساهر، يمكن ساهر، ما بعرف. آه احكوا لي انتوا اللي بالبلد اللي انتوا فيه، في رادار اوتوماتيك اللي بيكون على عمود كهرباء، واللي بيكون لحاله هيك وبيلقط السرعه تبعيتك، ولا سياره شرطه بتكون واقفه الشرطه بسياره الشرطه، هو بوجه باتجاهك مثل جهاز لقياس السرعه، واللي بياخذ فيه سرعتك انت. بالطريقه هي بيعطيك المخالفه. لانه هون برومانيا بالطرقات هي اللي نمشي نحن فيها، لو مشيت الطريق كله وصلت على البيت من دون ما يوقفني اي شرطي، فانا بعرف انه انا بالامان 100%. ما عندي ولا مخالفة سرعة، ما عندي ولا اي مخالفة، فيني بنام مطمن انه ما راح بدفع شيء زيادة بسبب الطريق هذا. بسبب على سيرة الدفع الزيادة. قديش سعر البنزين عندكم؟ برومانيا سعر البنزين برومانيا حوالي 2 يورو او 1 يورو ونص. يعني اذا محولة بالسعودي، سعر اللتر البنزين حوالي 8 ريال، 9 ريال يمكن، او بين 8 ريال و 9 ريال سعر اللتر بنزين. فاحكوا لي انتم بالسعوديه قديش سعر اللتر، اذا في حدا سعودي بتابعني هون، قديش سعر اللتر ممكن؟ لانه باخر مره كنت بالسعوديه كان بالسنه 2019،
وبسنة 2019 بتذكر انه سعر اللتر كان حوالي كان يمكن ريالين يمكن كان يا ريالين يا ما بتذكر هيك شيء، كانوا ريالين بال 2019 صار البنزين. بس اللي بعرفه اللي سمعت انه غلت الاسعار وصار اغلى لتر البنزين حاليا بالسعوديه. فرومانيا بشكل عام اسعار البنزين، الغاز، اسعار البترول بشكل عام عاليه، مع انه رومانيا هي تعتبر دولة منتجة للغاز، فلازم الغاز برومانيا بيكون ما بيكون سعره عالي. ف فنرجع للموضوع اللي كنت بحكي فيه، انه طرقات السفر تتشابه مع طرقات حياتنا. فمثل ما هيك شايف هون، انا بعرف انه بعد هالطلعة هي راح يستقيم الطريق، ما راح يكون في نهاية للطريق. ليش بعرف؟ لانه مشيت فيه اكثر من مره، مارست انه بمشي بهالطريق، بعرف انه بعد الطلعه في بيستقيم الطريق. فنفس الشيء طرقات الحياه والمسار اللي انت تمشي فيه لازم تمارس، لازم كل يوم تسعى. طبعا في ايام اللي ممكن تاخذ فيها راحه، ممكن نفس طرقات السفر انه انت بتستريح وبتقعد تريح شوي، بس هيك انه هي طرقات الحياه لازم. وقبل ما كيف الجي بي اس ولا هي الجوجل مابس، بتشوف انه انت من وين بدك، مثلا من ياش لبياتر نيامس ولا من حائل الى مكه، ولا بتشوف على الخريطه على جوجل مابس، بتشوف وين طريقك راح يمشي، بتشوف انت باي مدن راح تمشي، وتعمل حسابك وين في محطات اللي توقف تستريح، تعمل حسابك وين في الاماكن اللي ممكن تاكل فيها، الاماكن اللي تعبي طاقتك فيها. فنفس الشيء يعتبر بالنسبه لطرقات الحياه، بالنسبه لطرقات السفر. فانت قبل ما تنطلق في جامعه معينه، في دراسه معينه، في تخصص معين، ارسم هدف لإلك، ارسم مسار لإلك. فانت اول شيء لازم تحدد الهدف. بعد ما حددت الهدف انت لازم ترسم المسار اللي بيوصلك بالهدف تبعك. فانت لو بتحط هدف لنفسك بس بدون ما تحط مسار او بدون ما ترسم مسار لإلك، انت ما راح توصل للهدف تبعك، لانه الهدف يبقى هدف ما دام انك لا تسعى لتحقيقه. ما بعرف ليش قلبت فصحى مكمل بالعامية. الهدف بضل هدف بما انك ما تعمل وما بتشتغل انك توصل للهدف تبعك. وكيف فيك تعمل وتشتغل لحتى توصل للهدف تبعك؟ هو من خلال انك ترسم مسار وطريق كيف ممكن توصل للهدف تبعك. يعني مثلا بعطيك مثال، نفترض انه انت عمرك 18 سنة، او اذا عمرك مو مهم العمر، مهم انه تعرف الهدف تبعك امتى باي وقت. انت عمرك 18 سنة فلنفترض يعني، وهدفك انك تصير طالب، تصير دكتور معين، تصير دكتور راديولوجي مثلي يعني. فبتفكر شو ممكن اعمل لحتى اوصل للهدف تبعي اللي هو الطبيب الراديولوجي. اول شيء راح يكون عندك 6 سنين دراسة. هل يا ترى حتكون انت مستعد تقضي 6 سنين من حياتك انك تدرس لحتى تصير طبيب؟ بس لحتى تصير طبيب يعني، مو طبيب راديولوجي. فبالاضافه حتى تصير طبيب، بعد ما تصير طبيب لازم تعمل الاختصاص اللي هو الاختصاص الراديولوجي اللي انت بدك اياه، او طب الاشعه، لانه هذا التخصص اللي عندنا سكه خطر. المهم، لانه هذا التخصص اللي انا بختص فيه هو طب الاشعه الراديولوجي. يعني انا بشوف السي تي، الام ار اي، الامور هي. وبرجع للمثال تبعي، فانت بتكون راسم الهدف تبعك اللي هو 6 سنين دراسة طب. بعد ال6 سنين في عندك 5 سنين دراسة طب الأشعة، أو ما بعرف بالبلد اللي أنت عايش فيه كم سنة هو طب الأشعة. برومانيا اللي هو 5 سنين. فال6 سنين بالإضافة ل5 سنين 11 سنة. هل أنت مستعد تسلك الطريق لحتى توصل للهدف تبعك؟
يعني هو كتير مهم انك تعمل انطباع اول بالنسبة للهدف تبعك، وتعمل انطباع اول شو هو الطريق اللي لازم تسلكه، شو هي التضحيات اللي لازم تعملها لحتى توصل للهدف تبعك. فلو هدفك انك تصير طبيب اشعة ولا وقفنا للأولاد هذول تيقطعوا. هذا اللي كنت بحكيه، انه طريق السفر بيعدي من مدن وبيعدي من قرى، وفي ناس تقطع الشارع، في اطفال اللي ممكن تطلع فجأة قدام السيارة. فصراحة انتوا اللي بالامارات ولا بالسعودية ولا بالدول اللي عندها طرق سفر مجهزة بشكل، يعني اوروبا برومانيا باوروبا وين انا عايش، المدن ما كانت مجهزة هي للطرقات السفر، ما كانت مجهزة مشان هالكم من السيارات. يعني مثل ما انكم شايفين هون في بيوت على اليمين وعلى اليسار، وهالشكل من البيوت، هالشكل من المدن، هالشكل من الشوارع، ومجهز ومجهز مشان المعيشة اللي كانت قبل 100 سنة أو قبل 80 سنة أو قبل 50 سنة. بس حاليا مشان كم السيارات اللي موجود باليوم الحالي، ومشان الكم الكبير الموجود بالشكل هذا، ما أنا مجهز المدن مشان هيك الاستيعابية للسيارات، مشان الطرق السفر. هو ممكن أتوقع إنه ممكن في المكان اللي عايش أنا فيه ممكن إنه يتكون أو يتعمر طرقات سفر جديدة، بس ما بعرف يمكن ما في ميزانية، او ما في ما في الميزانية، يمكن هذا هو بشكل عام يعني. فيلا يا ابني اقطع، وقطع بشكل سليم ومسالم وسلام. برجع للمثال اللي كنت بحكيه، فهل انت مستعد انك تضحي مشان الهدف تبعك؟ مهم جدا، مهم جدا انه يعني مثلا عمرك 30 سنة انت، او عمرك 40 سنة او ممكن 50 سنة، يعني في ناس بتصير عمرها 50 سنة ولا 60 سنة وبيحكي لك شو اهداف ممكن نعمل، شو ممكن نعمل، ختيارنا وكبرنا بالعمر. اذا عمرك انت 60 سنة وبتسمعني، ركز معي شوي، ركز يا عمي شوي معي، ركز معي شوي. نفترض انه الله سبحانه وتعالى مد بعمرك لل 90 سنة بصحة وعافية وعلى رجلينك وبقوتك، فهل انت من 60 سنة لل 90 سنة بدك تعيش 30 سنة بس هيك؟ يعني بدك تعيش من عمرك 20 سنة ولا 25 سنة وانت بدون وانت دائما تحكي ختيار كبرت بالسن، شو بدي اعمل بالحياة، ما بعرف كيف. لا بالعكس، انت بعمر 60 سنة ممكن تقدم، ممكن تعمل، ممكن تسوي. بس نرجع ونحكي الهدف، لازم يكون عندك هدف. انت في كل يوم تصحى عندك هدف، انت في كل يوم بتقوم من التخت عندك هدف انت بدك تعمله، سواء كان انه بدك تلتقي مع اصحابك، سواء بدك توصل تلعب بلاي ستيشن مع رفيقك، سواء بدك تطلع للمول تشتري البنطلون ولا تشتري قميص. انت في كل يوم عندك هدف، انت ما فيك تعيش بدون هدف، انت ما فيك تعيش بدون ما تفكر انه انا في شيء معين بدي اعمله بعد شوي، انا في شيء معين بدي اعمله المسا. بس المشكله اللي بنعيشها نحن اغلبيتنا اللي بنعيشها اغلبيتنا انه بنفكر بالاهداف المؤقته وما بنفكر بالاهداف البعيده. يعني مثل ما كنت بحكي انه في كل واحد منا لما في الصبح في عنده هدف، انه اللي منا بده يطلع على المول، اللي منا بده يروح يعمل مشتريات، اللي منا بده يروح يلتقي مع صديقه، اللي منا بده يطلع يزور مكان معين ولا مدينة معينة. كل واحد منا في عنده هدف مؤقت، في عنده هدف لحظي اللي بيسعى انه يعمله او بيكون مستني انه يعمله. تخيل معي يومك لو بتفيق الصبح انت ما في براسك اي هدف، ما في براسك اي شيء تعمله، حتى فكرة انه لازم تمشي تاكل ما في هدف انك تمشي وتاكل. تخيل معي كيف
كيف شعورك، تخيل معي يعني الاهداف وتحقيق الاهداف هو شيء من السعاده اللي بنعيش نحن. فلازم يعني لازم ومهم جدا انه يكون عندك اهداف بعيده المدى، لان الاهداف بعيده المدى وانك تسعى لتحقيق الاهداف بعيده المدى هي انه اللي راح تعملك شخص ناجح بالحياه، هي اللي راح تعملك طبيب ناجح، هي اللي راح تعملك مهندس ناجح، انسان ناجح، او اي شيء انت بتسعى انك تحققه بالحياه او بدك تصير، راح تكون ناجح من خلال الهدف تبعك وانك تسعى انك تعمله وتحققه. فهي التشابه هي التشابه بين طرقات السفر وطرقات حياتنا. يعني شوف هذا المنعطف، لأنه انا ما بكون نظري لبعيد وبشوف انه في منعطف ولازم منعطف، بروح داخل بالشجره هنيك و عدنان العالية 1993 2024. والله يستر علي الله يستر علي وعليكم وعلى كل المسلمين يا رب، ويهدي المسيحيين. وخليني برجع لموضوعي، فبشوف انه بلشت هيك، خليني ارجع للموضوع اللي بحكي فيه. فانت لما تحط الهدف تبعك لازم تفكر انه شو الطريق اللي لازم تسلك لحتى توصل للهدف تبعك. يعني ممكن انت الهدف تبعك ممكن يكون بدك تصير بالحاسوبيات انت لازم تدرس 4 سنين، وبعد ال4 سنين تجهز لمجال العمل. فانت بتشوف نفسك انت شو بتحب مجال الحاسوبيات ولا بتحب مجال الطب؟ فلنفترض بتحب مجال الطب، بس انت مالك مستعد تضحي لحتى مالك مستعد تضحي 11 سنه من عمرك لحتى توصل للطبيب المختص اللي بدك توصله. بس بنفس الوقت انت ممكن تحب الحاسوبيات، انت ممكن تحب مجال الحواسب، ممكن تحب مجال البرمجيات، او بتوقع مجال البرمجيات هي المسمى الاصح انك تكون مبرمج. انت ممكن تحب المجال حتى لو انك مانك حابه، انت ممكن تحس حالك تحب الطب، بس لو ممكن انك تحب كمان مجال البرمجيات، فبتروح تتعلم برمجيات بدل ما تسلك 11 سنة طريق لحتى توصل لطبيب المختص اللي انت بدك توصله، بتوصل خلال 4 سنين مبرمج شاطر جاهز لمجال العمل، وتكون اختصرت 5 سنين، او شو 5 سنين، استنى شوي، 7 سنين، بتكون اختصرت 7 سنين من طريق الطب لو انك كنت سلكته لحتى تصير الطبيب المختص اللي انت كان هدفك ولا نفسك تصيره، بس غيرته وعدلت على مجال البرمجيات واختصرت 7 سنين من عمرك. فالمشكلة انه في كتير ناس تنطلق وتحط اهداف، بس هي ما تكون رسمة الطريقة او ما يكون عندها الانطباع شو الطريقة وشو التضحيات اللي راح تقدمها لحتى توصل للشيء اللي حطت الهدف تبعه. فهذا الشيء كتير مهم. بس هيك نقطة، شو رأيكم بالجو؟ شو رأيكم بغروب الشمس مع الغيوم هيك؟ أنا بشوف إنه الشكل والجو رائع إنه الغيوم مع شروق الشمس، غروب الشمس مع الغيوم يعطي هيك، خاصة هون باليمين مثل ما انكم شايفين، طلع إصبعتي، أيوة هون شايفين هون؟ شو رأيكم فيه كيف طالع؟ أنا بشوف إنه المنظر كتير رائع، طالع مع الخضار ومع الأمور هاي، طالع منظر حلو. هذا اللي كنت بحكي، طرقات السفر تتشابه كتير مع طرقات الحياة، إنه لازم نرسم الطريق اللي بدنا إياه لحتى نوصل للهدف اللي بدنا إياه، أو مو الطريق اللي بدنا إياه، الهدف اللي بدنا إياه. راح نسلك، نشوف الطرق اللي راح نسلكها، لأنه راح نسلك كتير طرق اللي نحن ما بدنا إياها، راح تكون طريق وعرة، راح تكون طريق مليئة بالحفر، ما بعرف ايش عم بخلط بالفصحى. المهم
راح نسلك انه الطرق انه اللي ما بدنا اياها، راح نعمل الامور اللي نحن ما بدنا اياها في هدف انه نوصل على الهدف اللي نحن حطيناه لحتى نوصل للهدف تبعنا. يعني ممكن انا ما بدي اعمل يسار بس مجبور انه اعمل يسار، هذا هو الطريق للهدف تبعي، يجبرني انه اعمل يسار. فاذا انا بكون نفسي بتحكي لي لا امشي سوي لا تعمل يسار، وسمعت لهو نفسي، فسماعي لهو نفسي راح يطلعني عن الطريق. مو بس راح يطلعني عن الطريق، لا، ممكن يوديني ممكن يوديني انه ينتهي عمري، ممكن يوديني انه ما يكون فيني اعمل شيء بمستقبلي. شوف كيف شروق الشمس مع الغيوم، بشوف المنظر كتير حلو. راح بسكت هيك شوي بس ركزولي بالطبيعة. شايفين كيف انا ماشي على المسار اللي صار نص مسار مشان السيارات اللي تمشي بسرعة عالية، مع اني انا ماشي بسرعة 120 كيلومتر بالساعة، بس هاي السيارات تمشي اسرع. فانا لو ماشي على المسار هذا اللي انا لو بجي هيك بمشي بالمسار هذا وهم هدول جايين وراي بيكونوا مساويين اكثر من السرعات، ببلشوا بالزمور ببلشوا بالفلاش. فبفضل انه ببعد عليك على الطرف لحتى هن بيروحوا بالسرعه تبعتهم اللي بدهم اياها، وبريح انا راسي. ف ببالي اختم الفيديو، بس بنفس الوقت بفكر ممكن انكم عم تشوفوا الطبيعه وبتكونوا حابين تشوفوا الطبيعه اكثر، فبجي انا بنهي الفيديو بالوقت اللي انتم مستمتعين بالطبيعه الحلوه. ما بعرف، احكوا لي بالكومنتات هل يا ترى كان لازم انهي الفيديو ولا مستمتعين بالطبيعه. فبستنى رايكم واللي بتحكوا لي اياه بعمله. اذا برا تاني بصور وانا على طريق سفر بين مكان ومكان تاني احكوا لي بالكومنتات، احكوا لي خبروني هل يا ترى حابين انكم بتشوفوا الطريق اللي عم بمشي فيه وبتشوفوا الطبيعة اللي عم بمشي فيها، ولا اذا عملت فيديو تاني اللي بحكي لكم شيء معين، ولا بيكون هيك نفس الشيء فيديو سفري. هل راح تكونوا حابين انه تقضوا السفرية معي بتشوفوا اللي انا بشوفه على طريق السفر؟ يعني لو طريق السفر بتطول ساعتين بدكم تكونوا معي هالساعتين بتشوفوا كل شيء عم بشوفه انا كمان، لانه مثل ما انكم شايفين انا بدون مونتاج، انا بدون اي اديتنج، عم بطلع عم بحكي معكم نفس الوقت عم بورجيكم الطبيعه. فبالفيديو السفر اللي راح بعمله اذا عملته ان شاء الله بدكم احكي اللي عندي اياه وبس وبنهي الفيديو، ولا بدكم تشوفوا كل شيء عم بشوفه انا؟ فهذا اللي بستنى تحكوا لي اياه. ما بعرف اختم الفيديو ولا ما اختم الفيديو. يلا بختم الفيديو، اعتبروا ان الفيديو انتهى. اللي بده يضل يتابع الفيديو يتابعه، واللي بده اللي يروح يشوف مقالب ولا شغلات تانية يروح يشوف المقالب، واللي بده يروح يشوف بودكاست
ومع انه هذا اللي عباله انا حاليا يعتبر يمكن كمان مثل البودكاست، لانه البودكاست انا برايي هو مشاركة تجارب شخصية، مشاركة انه اللي بيطلع بيحكي بالبودكاست وبشارك التجارب الشخصية، بشارك التجارب اللي عدها هو بحياته، شو عمل هو، شو سوى هو، بيعطي آراءه، توجهاته، والأمور اللي هو يعتقد انه ممكن تكون صحيحة. لانه اذا انت بتتابع بودكاست وحدا بيطلع بيحكي لك انه واحد اثنين ثلاثة صح، مو شرط انه واحد اثنين ثلاثة صح، ممكن بس اثنين صح، ممكن بس ثلاثة صح، ممكن بالواحد اثنين ثلاثة كله بحكي صح، بس مو شرط اي شيء بتسمعه بالبودكاست بيكون صحيح. لانه اولا واخيرا مثل ما عم بحكي انا وعم بقول انه البودكاست هو يعتبر اراء الشخص اللي عم يحكي بالبودكاست، اراء الناس اللي بتطلع بالبودكاست وتحكي، ومو شرط انه ارائها تكون صحيحه. يعني نحن كلنا بشر، نحن كلنا بشر، وكلنا كل واحد منا عنده الفكر الخاص، كل واحد منا عنده افكاره الخاصه اللي بتكون براسه، ممكن تتوافق مع افكار الشخص اللي قدامه او ممكن تتعارض. فاذا انت بتسمع بودكاست او اذا انت بتسمعني بحكي انا، وممكن انت تتفق معي، ممكن انت تتعارض معي، بس شيء اكيد بيكون الشيء الصح انه انت كل ما سمعت اراء اكثر، انت كل ما سمعت توجهات اكثر، انت كل ما كنت منفتح انك تسمع للناس اكثر، لاراء كثيره، انت رح يكون عندك استيعاب اكبر، انت رح يكون عندك ثقافه اكبر، انت رح تكون عندك قدره على النقاش وقدره على المحاوره بشكل افضل. لانه لو بيجيك حدا من توجه ما أنا متفق مع التوجه تبعك، بس انت سمعت التوجه تبعه قبل، انت بتعرف التوجه تبعه قبل، انت بتعرف كيف ممكن ترد عليه قبل ما هو يحكي. يعني هو بس ببلش بيحكي انه بس ببلش يتعارض مع ارائك انت، مع توجهاتك انت اوريدي بتعرف انه شو ممكن هو يحكي، شو ممكن هو بيحكي لك، شو ممكن هو يبرر لآراءه وافكاره. ففي الشكل انت بتكون متجهز اكتر، انت بتكون واعي اكتر للامور اللي ممكن هو يحكي لك اياها، وانت كيف ممكن ترد عليه وتعطيه الحجج والبراهين اللي عندك اياها، اللي انت في الوعي اللا شخصي من خلال انك سمعت قبل، وبتعرف قبل شو الحجج وشو شو الامور اللي راح يجي وبيحكي لك فيها. بشوف انه الفيديو هذا صار له 40 دقيقة، لساتني محتار اذا بوقف الفيديو ولا ما بوقف الفيديو. يلا مثل ما حكيت لكم راح بختم الفيديو، واذا حبيتوا اذا حبيتوا تضلوا تشوفوا الفيديو اعتبروه انه كنت مركز بالطريقة والختامية ما بدها تيجي وبعدين يلا، كان معكم دكتور عدنان من قناة الدكتور عدنان، والفيديو اللي كان عبارة عن طرق السفر، تشابه طرق السفر مع طرق الحياة. لساتني بتردد بعمل ختانية يا ريت لا تحكوا لي، يا ريت لا تحكوا لي، احكوا لي 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 اذا راح بوقف الفيديو بالوقت اللي خلصت فيه حكي، ولا حابين تشوفوا كمان هبلي مع الطبيعة اللي بتكون على الطريق، ولا بوقف هبل وبتشوفوا بس الطبيعة. واكيد كل الناس كل واحد فينا في عنده لحظات هبل معينة، كوني كدكتور ولا كونك كمهندس، ولا كل واحد منك شو المجال العمل تبعه، وبيكون في مجال العمل تبعه وبيعمل الامور اللي بيعملها في نطاق المجال تبعه. بس خارج العمل وفي النهاية
يبقى إنسان، يبقى إنسان مع مشاعر وأحاسيس ولحظات هبلية اللي ممكن تجي في وقت من الأوقات. ومن الأفضل أن أقف عند هذه لحظة الهبلنة تبعيتي. كان معكم دكتور عدنان في اللي بيعمل أي شيء الدكتورة، و بشوفكم فيديو تاني. سلام. بدك تضل تشوف الطبيعة، بدك تطلع اطلع على كيفك، انت حر. من جهتك ختمت الفيديو، بعدني لسه ما ختمت الفيديو، لسه قاعد عم بحكي. بس يلا بتونس فيكم قاعدين معي على الطريق، على طريق السفر. كل ما بيجي بسبات طويل في الفيديو بقول لا المنظر هذا حلو، خليه لا توقف الفيديو. فعليا ما بعرف اذا وقف الفيديو ولا لا. اوكي خلاص انتهى الفيديو. تبقى تحكوا لي اذا بدكم بترك الفيديو شغال حتى لو خلص الحكي وبتقضوا معي سفريه. المهم يلا باي، بشوفكم، باي باي.